الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم في مطبخ أم رحاب إن شاء الله غادي نديروا مع بعض الشامية أو قلب اللوز، كل واحد وكيفاش يقولها في المنطقة تاعو. رائعة، غادي نديروها ونشوفوها ونكتشفوها مع بعض. لهذا كيفاش غادي نحتاج، عندي هنا 3 كيلات تاع سميد يكون خشين، يعني غوس سمول. ها ولا أمامكم هنا عندي 3 كيلات، أنا راني دايرة زوج وغادي نضيف ثالثة امامكم بهذه الطريقه كما هاك. هيا بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في فرنسا، انا استعملت هنا تاع روان ولا خشن غوس. هذه هي. عندي هنا كيلة ونصف تاع سكر، نفس الكيلة اللي عبرت بها. ها هي لا كيلة ونصف، كيلة ونصف سكر. نخلط هاتو المقادير مع بعض. بعد ما تخلطيه مليح كما هاك، الان نضيفوله الزيت. عندي نص كيلة، الكيلة اللي عبرت بها هي اللي درتها، نصف كيلة تاع زيت. عندي هنا قرصة تاع ملح. نخلط هادو الزيت مع السكر مع السميد مليح حتى من تحسي هذاك السكر بدا يذوب لنا. ها ولا الان بعد ما خلطت هذاك الزيت مليح مع السكر بهذا الشكل، الان غادي نضيف له. عندي هنا نص كيلة تاع حليب وربع كيلة تاع مزهر. هذه هي. غادي نبدا نضيف الحليب كما هاك، ندير نصف كيلة. نعاودو نذكروا مع بعض شدرنا في المقادير. درنا 3 كيلات تاع سميد يكون خشين، مع كيلة ونص تاع سكر يكون كذلك خشين كريستاليزي، قرصة تاع ملح، نص كيلة تاع زيت، ونص كيلة تاع حليب. والان غادي نضيفو ربع كيلة تاع ماء زهر. ممكن اللي عندك ليكستري تاع المزهر ديري لها باش تعطي هذيك الريحه القويه، انا ما عنديش. شوفوا كيفاش راه لازم تخدميه مليح. غادي نضيف له المزهر كذلك. هذه هي. كامل هذاك السكر غادي يطلق لنا، غادي تتعسل، غادي تجي معسله، تجي معلكه، تجي رائعه. ولكن من شرط نجاح هاد الشاميه تاعنا غادي لازم تخليها، يا درتيها في الليل تخليها تبات حتى للصباح ديريها طيب، ولا كيما انا راني ندير فيها دربك الصباح، يعني خليها حتى ديك 5 ولا 6. انا باغ راهي عندي 9:30 تاع الصباح، حتى ديك 4 ولا 5 نديرها طيب. المهم ترتاح من 4 سوايع فما فوق حتى 5 سوايع. شوفوا كيفاش راهي هذاك السكر غادي كامل يطلق. ها هي لا كيفاش تصبح لنا بعد ما طلق لنا كامل هذاك السكر. الان كما قلت لكم انا غادي نخليها من 5 سوايع حتى 6 سوايع، تخليها ولا تخليها ليله كامله. ان شاء الله نرجعوا باش نكملوا هاد، تغطيها بطبيعه الحال باش نكملوا هاد الوصفه مع بعض. الان بعد مرور حوالي 7 سوايع على الخليط تاعي يرتاح، نجيب السني. هنا السني بالنسبه للسني القطر تاعو 36 سنتيمتر بالنسبه لهاد الكميه. هنا تجيبي كميه تاع زبده ولا سمن تكون عندك تدهني كامل بهذه الطريقه. تجيبي الخليط تاعك وتضيفيه لهاد توضعيه على السني بهذه الطريقه كما هاك، وتسوي السطح مليح باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه
هابطه. بالنسبه غادي نتكلموا شويه للشربات. بالنسبه للشربات هنا الكيله اللي كنا بها سميد غادي نكملوا بها كامل المقادير. غادي نديروا 4 كيلات تاع ماء مع 2 كيلات تاع سكر حبيبات بطبيعه الحال. تخليهم حتى من يبداو يغلو، تحسبي لهم 10 دقائق، تطفيلهم وتزيدي فيهم ربع كيلة تاع ماء الزهر. هنا كما راكم تشوفوا معايا تجيبي مغرف على الظهر تاعها ولا ان سباتول وتبداي تسوي في السطح تاعها حتى يعطينا سطح املس كما قلت لكم، باش ما تجيناش طبقه هابطه وطبقه عاليه. هنا تجيبي الخدمي تاعك وتقسمي، ما توصليهاش فقط حتى لتحت، فقط غادي نطراسو هاد الخليط تاعنا بهذه الطريقه. وهنا يبقى لك الاختيار، ممكن ديري الحبات كبيره ولا صغيره، الاختيار هو ليك. وتجيبي حبات تاع اللوز ولا كاوكاو اللي يكون عندكم، ممكن حتى تحشي هاد الشاميه تاعنا. هنا ديريهم كيما هاك، تذوبي حوالي ملعقتين كبار تاع زبده ولا سمن، يعني انا نقول لكم زبده ولا سمن، وتدهنيها كامل وتدخليها هنا حتى من تشوفي الاطراف تاعها طابو. تقلعيها بهذه الطريقه حتى تكملي كما قلت لك. بالنسبه لطيابها من تشوفي الاطراف تاعها يعني بداو يكحلونا عاد باش تقلعيها. هنا ذوبت 2 معالق كبار تضيفيهم. هنا من تدخليها طيب من تبقى لك حوالي 5 دقائق او حتى 10 دقائق، تخرجيها تكوني مذوبه شويه زبده، وتعاودي تدهني السطح تاعها باش يعطيك هذاك الاحمرار الرائع. كيما هاك وتدخليها الفرن كما قلت لكم. وهنا بعد ما خرجت لنا من الفرن شوفوا كيفاش اللون تاعها يصبح لنا. هنا تجيبي الشربات وتسقيها. بالنسبه للشربات هنا كما هنا ما غاديش تكون بارده وما غاديش تكون سخونه، غادي تكون دافيه شويه الشربات، وتسقيها المره الاولى تغطيها بسني يكون شويه كبير على هذا، وتدخليها الفرن، تخلي الباب تاعها شويه مفتوح، ومن بعد حوالي 5 دقائق تبلعي هذاك الفوق وتخليها حتى ما تشرب مليح، تعاودي تشربيها وتكرري نفس العمليه، ونشوفوها الان ان شاء الله في شكلها النهائي. ها هي لا الشاميه تاعنا في شكلها النهائي كيفاش تجي ولا اروع، تجي معسله معلكه من الداخل، تجي رائعه. يعني هنا لازم تخليها تبات ليله كامله عاد باش تنجمي تقسميها. هنا نشوفوا كيفاش تجينا من الداخل، شوفوا كيفاش تجي ولا اروع كما قلت لكم. هنا بلا ما تتكسر لك، بلا تقلعيها يعني فاسيلمون، بلا ما تتكسر بلا ما تشقق، تجي رائعه. بالنسبه لا باس نعاودوا نذكروا بالمقادير. هنا درنا 3 كيلو تاع سميد خشينه مع كيلو ونص تاع سكر خشين مع نص كيلو تاع زيت ونص كيلو تاع حليب وربع كيلو تاع ماء زهر وقرصه تاع ملح. بالنسبه للشربات درنا ربع كيلو تاع ماء مع 2 كيلات تاع سكر مع ربع كيلو تاع ماء الزهر. هنا الكيلة هي هنا بالنسبة للكيلة هذيك توزلي اللي كلت بها توزلي 270 مليلتر. بالنسبة للجرام السميد الدالي حوالي 690 جرام، ممكن نقولوا 700 جرام. هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم. كما شفتوا سهله، ما يعني غادي تنجح لكم ان شاء الله من المره الاولى. هنا نعاودوا نحلوها ونشوفوها مع بعض كيفاش تجينا من الداخل. شوفوا هنا نقسموها من التحت تجي طيبه من الفوق كما من التحت. هنا لا عجبتكم بارطاجيوها، ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرين، وصفات مريحه، والسلام.